عافاكم اي واحد عنده فيديو ديالي ولا تصوير شي يمسحها. قال لهم بلي انا محيت لاشين ديالي ديال اليوتيوب اللي فيها 2 المليون ديال لي زابوني. السلام عليكم. المهم الخوت تيوصلوا لي ستوريات على ايمن، شفت داكشي اللي وقع لي، بقى فيا الحال. كان الدري زوين ولد عائله، تلاقيت معاه جلسنا هضرنا، الله يعمرها دار. الدري راسو عامر في شكل يعني من الناس اللي كنفتخر بالمعرفه ديالهم. تعصبت بقى فيا الحال، وتعصبت بزاف على الدراري اللي كانوا كيتصوروا معاه، شافوا الحاله ديالهم مريض وربما سمحوا فيه. على الاقل صيفطوا ميساج شي واحد انستغرامر ولا شي حاجه في البريفي يقول لي خويا راه السيده هو راه عندنا، دخلوا عندكم ماشي تسمحوا فيه تلوحوا فيديو اوكي اجوا قلبوا عليه هنا، فهمتي؟ يعني هذه عصباتني شويه. المهم الاخوان ستوب شيرين دو فيديو. الاخوان ما بقاوش بارطاجيو كاع لي فيديوهات، الله يرحم لكم الوالدين. الدري راه مع والديه دابا الحمد لله، وان شاء الله يولي بخير، ان شاء الله غادي يولي بخير الاخوان. الله يرحم الوالدين، ما تبقاوش بارطاجيو لي فيديو الاخوان. السلام عليكم الخوت. هذا الفيديو هذا ماشي ضد الضحك، وانما شفت واحد الفيديو دابا عاد اللي صدمني الصراحه واثر فيا بزاف. واش عقلتو على اليوتيوبر ايمن السيمباي اللي كنا كنتبعو فاش كنا صغارين وكذا. كان غبر مؤخرا شي عام ولا عامين في حال هيدا، ودابا خرج عليه واحد الفيديو بوبري بان لي باللي شي حاجه وقع له ماشي حتى تما. هاد الفيديو هذا عملته باش نوريكم فيديو اللي خرج عليه واللي شفتو انا الصراحه والله الا جاتني بك يا خوتي قسما بالله. نشوفوا واش نقدروا نعاونوا بشي حاجه، اذا اللي عرفوا فين هو يقولنا فين هو باش نشوفوا واش نقدروا نردوا العائله ديالو ولا نشوفوا شنو عنده. ومهم نخليكم مع الفيديو باش تعرفوا شنو واقع، حتى انا ما فاهم والو. السلام عليكم الخوت، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. خوت هذا الفيديو هذا انا عارفه بلي ما غاديش يتشاف بزاف، وانا عارفه بلي الاغلبيه ديالكم ما غاديش تتسوق، ولكن انا ماشي هذا هو الغرض ديالي. الغرض ديالي الخوت هو انه نوصل واحد الميساج اللي ضرني بزاف وبغيت نهضر عليه ضروري. داكشي علاش الخوت عافاكم بغيتكم تسمعوا هاد الهضره كامله اللي غنقول، حيت واحد الحاجه اللي شفتها الخوت وضراتني ديال بصح. هذا الموضوع هذا متعلق بالموضوع اللي داير الروينه في هاد اليومين، هو الموضوع ديال ايمن سيمباي. ايمن سيمباي اللي كيتعتبر واحد من افضل صناع المحتوى اللي دازوا في المغرب، دري نقي ودري زوين ودري ظريف، دري اللي عطى بزاف لصناعه المحتوى في المغرب، ودار شي حوايج اللي هربانين ومن الاوائل اللي بداو، وكان كيتقي الله وكان ملتزم. وهادشي اللي خلاه انه يقرر انه يحيد لاشين يوتيوب ديالو ويحيد انستغرام ويحيد فيسبوك ويحيد السوشيال ميديا ديالو كامله. علاش؟ حيت بغى يلتزم ويشد طريق الله، وانه يحيد هادشي كامل ويبعد على هادشي كامل. وكاملين كتعرفوا بلي ايمن سيمباي هو واحد السيد اللي كان كيدير واحد المحتوى زوين شحال هادي. وبالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش، هو واحد صانع محتوى اللي بدا قديم تقريبا، بدا في 2015 2016 الا ما خفت نغلط، وكان كيدير بزاف ديال المحتويات. واهم المحتويات اللي دار هما اللي دار مؤخرا، ملي دار وثائقيات اللي عالميين ديال بصح. دار وثائقي على كشامه ومشى حتى لروسيا واوكرانيا، ودار تما فيديو على كارثه تشيرنوبل، ومشى حتى لتركيا باش يدير وثائقي على الحراقه. المهم السيد تبارك الله ما شاء الله كان واعر وموهوب ديال بصح. المهم الخوت، الحاجه اللي ما عجبتنيش ديال بصح وقصحاتني واللي خلاتني انه ندير هذا الفيديو هذا، هو انه ناضوا بزاف ديال الصفحات وبزاف ديال الناس شدوا الفيديو ديالو كيبقاو يبارطاجيو فيه، وكيبارطاجيوه مسكين هو في ديك الحاله اللي كتشفي العدو، الحاله مسكين اللي كيبان فيها مكرفص ديال بصح. والناس ديال الصفحات ولي باج عاجبو من الحال، وقالوا صافي هاد الدراند هذا غادي نركبوا عليه باش بحال هكا نضربوا الفيوز، وبحال هكا نطلعوا لي باج ديالنا على ظهرو. ما كيتسوقوش وما عندهمش داك الضمير وما عندهمش الدماغ اللي كيقولوا حشومه، وكيقولوا ما خصناش نبينوا الصوره ديال هاد السيد هذا بهاد الهيئه هادي. الحاجه اللي زادت بقات فيه هو انه ايمن سيمباي شحال هادي كان خرج وقال لهم عافاكم اي واحد عنده فيديو ديالي ولا تصوير شي يمسحها. قال لهم بلي انا محيت لاشين ديالي ديال اليوتيوب اللي فيها 2 المليون ديال لي زابوني. كيف ما كتسمع مسح لاشين يوتيوب ديالو اللي فيها 2 المليون ديال لي زابوني، وحيد انستغرام ديالو وحيد فيسبوك وحيد كاع داكشي ديال السوشيال ميديا. قال لهم حيت انا ما بقيتش بغيت نتافيشا في السوشيال ميديا، اي واحد عنده تصوير شي ولا فيديو ديالي يمسحو. وهو كيدوي على الفيديوهات ديالو العاديين اللي كان كيدير شحال هادي، يعني اوتوماتيكمون خص الناس يحترموه والناس يديروا بداكشي اللي بغا، حيت هو كيفضل داكشي. ولكن للاسف بنادم ما عنده ضمير، اون فوا تحط داك الفيديو ديالو اللي كيبان فيه في ديك الهيئه مسكين اللي مجرتله ديال بصح، شدوه بقاو كيبارطاجيو. وتا دابا راه باقي الحال، الا كانوا دوك لي باج اللي كيبينوا الفيديو ديالو بديك الصوره المجرتله وكيبارطاجيوه على قبل انه زعما باش يلقاوه والديه، حيت موضر. راه بغيت نقول لكم بلي الحمد لله راه لقاوه، ودابا السيد راه عنده والديه في الدار. يعني الا كانت هذه هي النيه ديالكم عافاكم مسحوا داك الفيديو. هذه هي الرساله اللي بغيت نوصل. والحاجه اللي زادت سطاتني الخوت هو انه شفت دابا واحد الفيديو، يلاه شفتو
وهو اللي خلاني انه نوض وندير هذا الفيديو هذا. فيديو اللي كيبان فيه مسكين كيكمل واحد الحاجه وكيبدا يسب، وكان كيبان في واحد الحاله اللي صعيبه بزاف، وبنادم بارطاجي ديك الفيديو. يعني عافاكم اي واحد عنده هذا الفيديو هذا راه باقي الحال غير يمسحو لوجه الله. حيت انت الا كنتي بلاصتو ما غتبغيش انك تحط في ديك السيتوياسيون اللي محطوط فيها، وما غتبغيش انه والديك يشوفوا ولدهم في ديك الحاله، والمغرب كامل كيشوف ولدهم في ديك الحاله. راه صعيبه بزاف. يعني غير فكر في راسك وحط راسك في ديك السيتوياسيون. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا شنو السبب توصل لديك الحاله هذه، غالبا الخوت انا على ما بان ليا ابار الجنون وابار السحر وابار داكشي كامل، انا بان ليا السبب هو انه بدا كيتعاطى شي حاجه. حيت بصح داك الفيديو انا اللي شفت كان شاد شي حاجه وكيكميها، وفي ديك الساعه ما كانش في الوعي ديالو. يعني السيد تعاطى شي حاجه اللي صعيبه بزاف اللي خلاته